تخيل يا عزيزي انك قاعد كده ربنا فتح عليك بقيت صاحب مصنع، قلت انا هعمل مصنع بطاطس شيبس، ودخلت وربنا كرمك وابتديت تطلع انتاج وتكسب والدنيا ماشيه معاك زي الفل. فجاه دخلوا عليك شويه بلطجيه دغدغوا لك الانتاج بتاعك والعربيات والمكن وكل حاجه، وطلعوا قاعدين لك بره، وكل كام يوم يخشوا يدغدغوا لك المكن والانتاج بتاعك. يبقى هنا الحل بتاعك انك تفضل كل شويه تصلح المكن ولا تشيل البلطجيه في الاول. لو عملنا قط وزوم على الخصيتين هتلاقيهم احيانا متحوطين بالبلطجيه دول اللي هم بنقول عليهم دوالي الخصيه. يبقى دوالي الخصيه هي البلطجيه اللي بنتكلم عليها. الحل انك تشيل البلطجيه في الاول ولا تفضل تصلح المكن كل شويه. عشان كده الحل الامثل لما يكون في تاخر الانجاب بسبب الدوالي ان احنا نشيل الدوالي في الاول. بس خد بالك مش معنى انك شلت البلطجيه ان كده المكن بقى سليم، لازم ترجع وتصلح المكن. وهو ده كورس العلاج اللي بنديه بعد العمليه من 3 ل 6 شهور. واسلم حل ان احنا نشيل بيها دوالي الخصيه هي عمليه ربط دوالي الخصيه بالميكروسكوب. عمليه بسيطه، امانها عالي، نجاحها عالي، وتخليك في امان يا عزيزي. وافتكر اللي هتصلحه النهارده رخيص، هتصلحه بكره غالي قوي.